مش حاسين خالص انه عنده حاله وفاه. الدنيا في لفه وماشيين منها في لفه. من 4 شهور مامتي توفت. كنت عماله افكر في الوقت ده الناس هتشوفني ازاي وهتشوف حزني ازاي، مع ان الوقت ده هو كان وقت بتاعي انا، مش من حق حد يوافق على مستوى حزني. الحزن هو واحده من اصعب حقائق حياتنا، وبرضه احنا مصممين نصعبه على نفسنا وعلى الناس. بيهمنا قوي في وقت الحزن شكل حزننا عامل ازاي، هي لابسه اسود، مش حاطه ميك اب، حزينه وهاديه كده، مفيش حاجه اسمها نتفرج على تلفزيون نسمع اغاني. في حكم ضمني كده، اتفاق من المجتمع على كل شخص بيحزن. البنت دي وفيه لذكرى مامتها، شايفين الولد ده نسي باباه بعد كام شهر. الست دي ما قلعتش الاسود اهو 10 سنين لغايه دلوقتي. مين حضرتي وحضرتك عشان نقول فلان ده حزن كفايه ولا لا؟ وقت الحزن ده وقت مقدس، وقت كده ارجع فيه لورا، ادي فرصه للحزين ده يقول لي هو محتاج ايه. يمكن يكون محتاج ان يكون جنبه وطبطب عليه، ويكون محتاج محدش يجي جنبه خالص. انا اشوف اللي يريحه ايه واعمله. يا جماعه عايزين نكون مع الناس، مش نكون حمل على الناس. وقت الحزن المركز فيه هو الشخص الحزين، مش المجتمع ورضا المجتمع. ما تنساش لو شفت الفيديو تقول لنا رايك، اكتب لنا كومنت، نحب نسمع منكم ونعرف انتوا ايه رايكم في الموضوع ده، وشوف الحاجات التانية اللي بنقدمها وقول لنا رايك يهمنا ودايما نحب نسمع منك.